في كلامه. ما هو النهارده دلوقتي يعني ممكن يا جماعه لو الفيديو جاز، كارثه. انا لسه في الانترو يا استاذ محمد بقول ايه؟ بقول يا جماعه كلموا بقى اللجنه المصريين لو اتسالوا عن الواقعه دي يقولوا ان لا ما كانش جاهز او ينكروا يعني. فاوسكار عمل مداخله مع الزميل سيف زاهر، انا عايز حضرتك بس تسمعها معايا يا ريت عشان تعرف قد ايه يا ريت قد ايه التضليل. الله ينور عليك. بس نسمع الفيديو وتراجع اوسكار رويز عن تصريحاته. الاهلي والزمالك هو موضوع فيه سوء تفاهم. حضرتك صرحت مع زميلنا ابراهيم عبد الجواد ان ما حدش طلب منك ان انت تجيب حكام اهلي وزمالك. الاهلي كان بعت 3 جوابات. الاهلي استشهد بكلام حضرتك وقال ان ازاي بعد كل ده فهم يطلع رئيس لجنه الحكام يقول ان ما فيش حد طلب. تواصلنا مع المهندس هاني ابو ريده ومسؤول اتحاد الكره المصري، قالوا ان حضرتك كنت شريك في الجلسه وهم بيخاطبوا الاتحادات. اين الحقيقه؟ يوم اللقاء كنت انا بتكلم مع المترجم بتاعي لان انا ما كنتش عارف ايه الماتش اللي هم بيجي يسالوني عليه. يعني كان عندنا ماتش زمالك قبل كده، اهلي وزمالك قبل كده، انهي واحد فيهم بالظبط. بس انا كنت هو كان بيسال يعني على الماتش الاول اللي انا كنت رئيس فيه، وجالنا الخطاب يوم 9 مارس، كان يوم حد. وطبعا اوروبا ده يوم اجازه بالنسبه لهم، طبعا اجازه في اوروبا، لكن في مصر والدول العربيه لا. لكن في الماتش كان يوم 11. باشمهندس ابو ريده ودكتور مصطفى اشتغلنا عشان ندور على حكام من اوروبا. وكان في حاجه ايقون، كان في، لو حضراتكم شفتوا في التواريخ، لو دورتوا في جوجل او في الجدول، كان في دوري الابطال والدوري الاوروبي، وكان في 24 حكم، وكان 24 حكم و24 حكم فار و24 حكم رابع كانوا شغالين في اوروبا في الماتشات بتاعت اوروبا. الدوري الابطال بدا يوم الثلاث في ساعتها، واحنا اتكلمنا بالتليفون علشان كان كل حاجات، كان في ضغط كبير جدا. لكن الباشمهندس ابو ريده اتعامل بعلاقاته في اوروبا، واجتمعنا مع دكتور مصطفى وكنا بنفكر ان احنا نجيب حكام من البرازيل، ولكن ده كان في الجزء الثاني من القاره، فكان المسافه طويله جدا والرحلات طويله. لكن احنا فعلا اشتغلنا، لكن في 48 ساعه مطلوب مننا نجيب حكام اجانب، كان صعب. يعني الكاتب الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي في واقع من وقائع التحكيم الافريقي ذات يوم قال وصلوا له. واضح جدا ان يعني اتحاد الكره كان اسرع بكتير من توقعاتي، وان مش هيكلموا المساعدين المصريين، لا ده طلعوا على حق. كلموا اوسكار رويز، قال انا والله المترجم بتاعي ما كنتش عارف يا استاذ محمد هي اي مباراه من مباريات الاهلي والزمالك. طيب هو طبعا الراجل بصراحه يعني صعبان عليها جدا اوسكار. طبعا جدا. يعني اتحط في موقف انه يطلع يقول الكلام ده بعد الكلام اللي لسه قايله من يومين. غلبان جدا يعني بصراحه، صعبان عليا. اولا فات اللي قالوا له يطلع يقول الكلام ده يعني، او يوضح يعني انه كان موجود، والمهندس ابو ريده. هو بصراحه المداخله فكرت شويه لما قام مع الاستاذ ابراهيم وبيوصف له الحالات وكده والبطريق يعني الموضوع بره خالص، بطريق وحاجات يعني. مستر اوسكار في الحوار مع الاستاذ ابراهيم عبد الجواد قال بسيوني اللي كان متعين. قال كده اتحدى بسيوني اللي كان متعين. انت بتتجنى على اوسكار. قال بسيوني اللي كان، بقول لك صعبان عليا اتجنى عليه، ده راجل يعني نقف معاه. طب ما اقول لك حاجه، ما احنا عندنا هنا فار، عندنا فار، بس الفار بتاعنا في نزاهه وشفافيه وعداله، واي حد يسمعه بالظبط كده. هات لنا بقى اوسكار قال ايه مع الزميل ابراهيم عبد الجواد. اللقاء الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت اللي انسحب منه النادي الاهلي، هل الاتحاد المصري لكره القدم طلب منك استخدام حكام اجانب لهذا اللقاء؟ كان بسيوني هو الحكم المصري، ما جالناش حاجه رسميه. ايه يا بسيوني؟
افتريت انا على الراجل؟ لا انا ظلمتك كده يا استاذ ظلمتني، ها؟ محمد. انا هنا بعتذر اصلها لك بقى. كانت واقعه. بص، انا كنت هكمل لك باقي الوقائع، بس هم خلوا جمهور الاهلي منتبه جدا لكل كلمه تخرج منه، لكل تصرف، لاي تصريح بيصدر، لاي قرار صادر عن اي طرف من اطراف منظومه كره القدم المصريه. فالجمهور منتبه. انا خدت بالي في نفس اللحظه دي لما قال ان بسيوني هو اللي كان متعين. ليه؟ لان لو ما قالش كده وارد بقى بطاريق اللي كانت ماشيه، وكابتن هاني كان مجتمع مع ومش عارف مين رايح افريقيا ومين جاي من كاس، يعني قصص يتوهك زي ما عمل مع الاستاذ ابراهيم على فكره. أيوة. الاستاذ ابراهيم ادار الحوار بشكل 10/10 بصراحه يعني. أيوة. وزنقه فخلاه بطريق يعني خرج الحوار. الراجل ما عندوش أدلة وبراهين وكلام يمكن أن يصل إلى أذهان الناس فتثق بأن كلامه صحيح. اللي سمع دلوقتي المكالمة بتاعت أو المداخلة اللي أنا في تقديري الله أعلم يعني، بس أجبر عليها يعني، إنما ما خدوش بالهم إن الراجل قال بسيوني كان موجود. ده جزء. متأكد ان هم ما خدوش بالهم، ولا هم وصلوا لمرحلة ان ما بقاش فارق معاهم انت تعرف لا، هم واصلين للمرحلة دي، بس بياخدوها على فترات